السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهاردة بقى يا حبايبي هعمل معاكم طريقة عمل الكفتة ببطاطس، طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. طبعا انا معايا بطاطس زي دي كده. العيال مش بيحبوا ياكلوا البطاطس المسلوقة عامة، بس انا بقى ايه بحب ان انا اسلقها. كنت جايبه برضو شجره البطاطس اللي كنت وريتها لكم في الفيديو قبل كده، ونقيت منها اللي هي البطاطس الصغيره وسلقتها. طبعا العيال مش بياكلوها، فبتدخلها لهم ايه في اللي هي كفته الرز. عايزه اقول لك والله الكفته ما شاء الله، جربها بس كده والعيال هياكلوها ما شاء الله. طبعا انا سلقتها كده، تسلقوها قوي قوي وتقشريها. وبعد كده تجيبي بصل زي دوت كده وتقطعيه ايه مكعبات، ومعايا راس توم حلوه زي دي كده، ومعايا شبت وكزبره على بقدونس، ومعايا برضو اللي هو الرز الابيض المطحون اللي انا كنت وريتهولكوا في فيديو اللي هو الطحين، وبحطه في التلاجة للطلب بس. ومعايا برضو اللي هي قطع الفراخ كده، دي طبعا صدر فرخة. عندك فراخ عادي، عندك لحمة عادي، ما عندكش ولا لحمة ولا فراخ عادي مش مشكلة. اهم حاجة تجيبها بس كده. وبعد كده بقى طبعا هجيب الشبت والكزبرة والبقدونس والثوم والبصل وهفرمهم ايه في الكبة لوحدهم. وبعد كده برضو بجيب اللي هي الفراخ وبفرمها لوحدها بالشكل دوت كده. طبعا انا عندي الكبه ديت بتاعت حماتي اتكسرت مني، وزي ما انتم شايفين كده جبستها حته تكبيسه. ربنا يسهل ان شاء الله وهجيب لها واحده ان شاء الله. طبعا بقى زي ما انت شايفه كده دي المكونات بتاعتي سهله وبسيطه ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي في الكومنتات. طبعا انا مسكت البطاطس اهوت، سلقتها زي ما انت شايفه كده، وهرستها وقشرتها وهرستها بالشكل دوت كده. لازم تهرسيها حلوة قوي قوي، بتجيبي الهراسة بتاعتك وتهرسيها. وطبعا عندي الفراخ ديت برضو عملتها ايه في الكبة بتاعتي، بقت ناعمة وما شاء الله. وعندي برضو الشبت والكزبرة والبقدونس والثوم والبصل، وعملتهم برضو في الكبة بتاعتي ما شاء الله. زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. ادي دي شكل البطاطس. هنزل عليها ايه بالفراخ بتاعتي اللي انا بقولك زي ما قلتلك برضو اللي انا عملتها في الكبة. عندك بقى لحمة، عندك ما عندكيش مش مشكلة، مش اهم يعني حاجة، عادي. وهنزل بقى ايه كله ببعضه كده، وطبعا هقلبهم في بعضهم زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. ما شاء الله. طبعا هقلبهم كلهم في بعضهم، وهجيب البهارات بتاعتي بقى، جميع البهارات وجميع التوابل بتاعتي بحطها في قلبها. وعايزه اقولك برضو ما تحطيش ملح كتير، عشان الكفته بالذات ما يكونش ايه حادقه وكده. لازم تكون اللي هي طعمها روت كده، ولا حادقه ولا عدبه، عشان ديت هنصبحها كده ونعملها ايه في الزيت، يبقى العيال يفطروا بيها يتعشوا بيها زي ما تحبي بقى ما شاء الله. لازم ان انت تكوني هرسه البطاطس هرسه حلوه، وتقلبي بقى كله ببعض بالشكل دوت كده ما شاء الله. طبعا بقى وبجيب معايا ايه اللي هو الايه الرز بتاعي اللي هو الرز المطحون. عندك بقى رز مطحون عادي، عندك بقسماط عادي، عندك دقيق برضو زي ما تحبي بقى عادي. الدقيق عادي والبقسماط عادي والرز المطحون عادي، بس انا عامه يعني بحب عندي الرز المطحون. طبعا بجيب معايا ملح ناعم، معلقه ملح ناعمه صغيره، ومعلقه كزبره، ومعلقه كمون، ومعلقه شطه، ونص معلقه بابريكا، وبرضو معايا اللي هي القرفة بتاعتي والبهارات، كل حاجة ناعمة يعني. بس يكون المعالق اللي هي الصغيرة يعني زي ما انت شايفة كده. وهقلب كله ببعضه. وانا مبحبش ايه ان هي تكون ايه الكفتة بتاعتي تكون ايه حادقة وكده ما شاء الله. زي ما انت شايفة ايه بالشكل دوت كده. عايزة اقولك اللي مشتركش معايا في القناة يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا البولة بتاعتي كانت ايه كانت ضيقة، وانا بقلب الحاجة فقمت رايحة جايباها في بولة واسعة شوية. فطبعا بقلب كل ما انت تقلبي وتحتاج ان انت رز مطحون او البقسماط بتاعك عادي. طبعا بجيب طبق صغير زي دوت كده زيت، وبعك ايدي زيت وايه، واجيب قطعة عجينة وامشيها كده وتطلع معايا كور بالشكل دوت كده ما شاء الله. زي ما انت شايفة بالشكل ده. واديني اهوت صبعتها ما شاء الله صوابع عيت،
وبعد كده بقى بقليها في الزيت. ما شاء الله زي ما انت شايفه بالشكل دوت. اديني اهوت حمرتها، وعايزه اقولك ولا قلبها عجين ولا حاجه. ما شاء الله. اه ولونها احمر ولا محروقه ولا لونها ابيض. ما شاء الله ولا عجينه من جوه ولا حاجه. بألف هنا وشوفها يا رب على اللي هياكل. ما شاء الله.